البطارية تعتبر من أهم الاختراعات اللي البشرية اخترعتها، ولو أنت معاك موبايل أو لابتوب فالبطارية هتكون من أكتر المكونات اللي بتحاول تحافظ عليها على قد ما تقدر. بس هل فعلا الاستخدام الصحيح للبطارية بيحافظ على كفاءتها ويطول عمرها؟ طب لو بستخدمها غلط هل ممكن يبقى ليها مخاطر أكتر من إن البطارية تبوظ؟ كل ده وأكتر هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة. أنا خالد جد ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين ان اختراع البطاريه ده حاجه مهمه جدا في حياتنا، نقدر نقول حرفيا انها عامله زي الهواء والميه، لانها فعليا المكون الرئيسي لمعظم اجهزتنا الالكترونيه اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه. من اول ما نصحى الصبح ونمسك الموبايل لللابتوب اللي بنشتغل عليه، مرورا بقى بالسماعات الوايرلس لحد السمارت واتشز. طبعا ممكن تقول لي دي كلها رفاهيات، ولكن لما نتكلم على الاجهزه الطبيه زي منظمات ضربات القلب او السماعات اللي بيستخدمها ضعاف السمع، فالحاجات دي بالتاكيد مش رفاهيات. كل الاجهزه دي بتعتمد بشكل كامل على البطاريات، علشان كده طبيعي جدا ان نبقى خايفين طول الوقت من انها تبوظ او تقل كفاءتها. ودايما بقى بيجي في بالك اسئله زي يا ترى البطاريه دي ممكن تعيش معايا قد ايه؟ وهل نوع البطاريه بيفرق في طريقه الاستخدام؟ يمكن زمان كنا بنسمع عن انواع زي بطاريات النيكل كاديوم والنيكل ميتال، والبطاريات دي كان ليها مشاكلها، زي اشهر مشكله كانت اسمها الميموري افكت اللي بتخليك لازم تفضيها خالص قبل ما تشحنها مره ثانيه. لكن النهارده النوع المسيطر هو بطاريات الليثيوم ايون اللي موجوده تقريبا في كل الموبايلات واللابتوبس والتابلتس، وطبعا في العربيات الكهرباء وكل حاجه حرفيا. بس يا ترى ايه السبب في الانتشار الرهيب ده؟ عد بقى معايا يا سيدي. اولا عندها كثافه طاقه عاليه، وده معناه انها بتقدر تخزن كميه كهرباء كبيره في حجم ووزن صغيرين جدا، علشان كده بنشوف موبايلات ولابتوبات رفيعه وخفيفه وفي نفس الوقت بطاريتها بتقعد فتره كويسه جدا. ثانيا ممكن توصل معاك انها تتشحن مئات المرات وجودتها ما تاثرش قوي. ثالثا بقى، ودي نقطه مهمه جدا، لانها ما عندهاش مشكله الميموري افكت بتاعت البطاريات القديمه، يعني تقدر تشحنها في اي وقت ومن اي مستوى شحن من غير ما تقلق ان ده ممكن هيأثر على ساعتها الكليه. كل بقى المميزات دي خلت بطاريات الليثيوم ايون هي الحل المثالي لكل الاجهزه اللي بنشيلها ونتحرك بيها طول اليوم. علشان كده معظم كلامنا ونصايحنا في حلقه النهارده هتكون بشكل اساسي على النوع ده تحديدا، وازاي نقدر نستخدمها بشكل سليم ونحافظ على عمرها. ولكن علشان نحافظ عليها ونستخدمها بشكل مظبوط محتاجين نفهم الاول هي بتشتغل ازاي. فتعالوا بقى ناخد فكره بسيطه جدا عن مكوناتها وشكلها من جوه. بص، هو الموضوع ابسط مما تتخيل. ممكن نشبهها بالساندوتش الصغير. الساندوتش ده ليه طبقتين اساسيتين بنسميهم الاقطاب، طبقه منهم هي القطب الموجب والطبقه الثانيه هي القطب السالب، ودول هم الاماكن اللي بتخزن فيهم جزيئات صغيره جدا اسمها ايونات الليثيوم. بين بقى الطبقتين دول في طبقه ثالثه مهمه جدا اسمها الالكتروليت، ودي عباره عن ماده كيميائيه بتكون سائله او شبه الجل كده، بتسمح لايونات الليثيوم انها تتحرك بسهوله ما بين القطب السالب والقطب الموجب. بس في نفس الوقت الماده دي لازم تكون عازله للكهرباء المباشره، يعني ما تخليش القطب الموجب يلمس القطب السالب بشكل مباشر، علشان ما يحصلش قفله والبطاريه تبوظ لا قدر الله او يحصل مشكله. الساندوتش الكيميائي ده بقى هو اللي بيقدر يخزن الطاقه ويطلعها وقت ما نحتاجها. والفهم البسيط ده لمكونات البطاريه هو اللي هيخلينا نفهم ازاي البطاريه دي بتتشحن وتفضي الشحنه الكهربائيه اللي جواها. والموضوع كله عباره عن رحله رايح جاي لايونات الليثيوم المتخزنه عند القطب السالب، والايونات دي بتبدا تتحرك من مكانها وتمشي جوه البطاريه خلال ماده الالكتروليت علشان تروح تستقر في النهايه عند القطب الموجب. والحركه بقى اللي جوه البطاريه دي بتجبر جزيئات تانية اصغر منها اسمها الالكترونات انها تمشي بطريق تاني بس من بره البطاريه، والالكترونات دي بتطلع من القطب السالب وبتمشي في الدايره الكهربائيه بتاعه الجهاز بتاعك، وبتعدي بقى على المعالج والشاشه وكل مكونات الجهاز بتاعك، وتوصل في الاخر للقطب الموجب من الناحيه الثانيه. والحركه بقى بتاعه الالكترونات اللي في الدايره الخارجيه دي هي الكهرباء اللي بتشغل الجهاز. طب لما البطاريه بقى بتفضى ونرجع نوصلها تاني بالشاحن، ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي بقى بيحصل عمليه عكسيه. الشاحن بيدي الطاقه للبطاريه، والطاقه دي بتجبر ايونات الليثيوم انها تسيب القطب الموجب وترجع لمكانها الاصلي عند القطب السالب من خلال الالكتروليت برضه. وفي نفس الوقت الالكترونات بتمشي بالعكس في الدايره الخارجيه، بترجع من القطب الموجب للقطب السالب وتستنى طور تفريغ جديد. الشرح ده طبعا تبسيط للعمليه الكهروكيميائيه المعقده اللي بتحصل جوه البطاريه، يا ريت اخواتنا وحبايبنا الفيزيائيين والكيميائيين ما يزعلوش مني. المهم كتير بقى مننا لما يجي يشتري موبايل جديد او يبص على مواصفات بطاريه بيلاقي رقم كده مكتوب وجنبه حروف MAH، زي مثلا 5000 MAH. فيعني ايه بقى الرقم ده بالظبط؟ بص بقى يا سيدي، ال MAH ده هو اختصار لملي امبير اور، يعني ببساطه شديده الرقم ده هو مقياس لسعه البطاريه نفسها، او بمعنى ابسط بتقدر تخزن جواها كهرباء قد ايه. يعني ممكن نعتبرها زي تانك البنزين بتاع العربيه، كل ما التانك كان اكبر يعني رقم ال MAH اعلى، كل ما العربيه تقدر تمشي مسافه اطول قبل ما تحتاج بنزين تاني. نفس الفكره بقى بالظبط في البطاريه، كل ما كان رقم ال MAH اكبر كل ما كان معناه نظريا ان البطاريه تقدر تشغل جهازك
لفتره اطول قبل ما تحتاج تشحن مره تانية. لكن هل ده بقى معناه ان موبايل بطاريته 5000 ام اي اتش هيقعد شغال ضعف موبايل بطاريته 2500 ام اي اتش بالظبط؟ يعني مش بالظبط قوي، لان عمر البطاريه الفعلي بيعتمد على عوامل كتير تانية زي كفاءة المعالج، حجم الشاشة ودرجة سطوعها، البرامج اللي شغالة وحاجات تانية كتير قوي هنبقى نتكلم عليها كمان شوية. لكن عامة نقدر نقول ان ال MAH هو مؤشر مهم جدا لسعة تخزين البطارية، ورقم اعلى غالبا بيترجم لحجم بطارية اكبر ووقت استخدام اطول ما بين كل شحنة وشحنة. بس المشكلة ان حجم البطارية الكبير ده معناه ان هتاخد وقت اطول في الشحن، وعلشان الشركات تتغلب على المشكله دي بدا يظهر لنا الشواحن السريعه او الفاست تشارجنج، وبنلاقي بقى مكتوب عليها ارقام زي 5V على 2A او 20W او 65W. بس يا ترى بقى الحاجات دي معناها ايه؟ هنا بقى بندخل على 3 مصطلحات مهمه وهما الفولت، الامبير، والوات. وخلينا ندي لك مثال بسيط علشان تفهم العلاقه ما بينهم. تخيل ان الكهرباء دي عامله زي الميه اللي ماشيه في الخرطوم. الامبير هو كميه الميه اللي ماشيه في الخرطوم ده في الثانيه الواحده، فكل ما الامبير زاد هيكون معناه ان كميه الكهرباء اللي بتوصل البطاريه في نفس الوقت هي كمان زادت. انما بقى الفولت في مثال خرطوم الميه هو قوه دفع الميه دي نفسها او الضغط اللي بيزقها جوه الخرطوم، فكل ما الفولت زاد كل ما كانت الكهرباء بتندفع بقوه اكبر جوه البطاريه. اما بقى بالنسبه للوات فهو ببساطه حاصل ضرب الفولت في الامبير، والوات ده هو اللي بنعبر بيه عن سرعه الشحن الفعليه. كل ما رقم الوات اللي الشاحن بيقدر يطلعه كان اعلى كل ما قدر يوصل طاقه اكبر للبطاريه في وقت اقل، وبالتالي البطاريه هتتشحن اسرع. فلما تشوف بقى شاحن مكتوب عليه 9 فولت على 3 امبير ده معناه انه بيطلع 27 واط. فوانت بقى بتشتري شاحن بعد كده لازم تاخد بالك ان كان فعلا سريع ولا لا، لان ده بيأثر بشكل مباشر على تجربه استخدامك اليوميه والوقت اللي بتقضيه مستني جهازك يشحن. وغالبا هتلاقي في السوق شواحن زي 18 واط و65 واط وحتى 120 واط ويمكن اكتر. بس هل ده معناه ان كل ما استخدم شاحن الواط بتاعه اعلى كل ما جهازي شحن اسرع؟ في الحقيقه لا، لازم جهازك يكون بيدعم الشحن بالسرعات العاليه دي، والا ممكن البطاريه تسخن جدا وفي الاغلب هتبوظ. ولذلك كل العمليات اللي بتحصل جوه البطاريه دي من شحن وتفريغ وحركه ايونات والكترونات محتاجه نظام ذكي يديرها ويراقبها علشان يضمن ان كل حاجه ماشيه تمام وبامان. والنظام ده هو نظام البي ام اس او الباتري مانجمنت سيستم. ممكن نعتبر البي ام اس ده زي العقل المدبر او الحارس الشخصي للبطاريه، وهو عباره عن دائره الكترونيه دقيقه بتكون موجوده جوه البطاريه نفسها او جوه الجهاز، ومهمتها الاساسيه مراقبه كل صغيره وكبيره بتحصل في البطاريه علشان تحميها. بس يا ترى بقى بيعمل ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، اولا بيراقب درجه حراره البطاريه باستمرار. لو لقى ان درجه حراره البطاريه عليت زياده عن اللزوم سواء بسبب الشحن السريع او الجو الحر او مشكله داخليه ممكن يقلل سرعه الشحن او يوقفه خالص، وده علشان يمنع اي ضرر او خطر على البطاريه. ثانيا بيراقب مستوى الشحن والجهد بتاع البطاريه، وهو اللي بيعرف الجهاز نسبه الشحن المتبقيه كام في الميه. والاهم من كل ده انه بيمنع الاوفر تشارجنج، يعني لما البطاريه بتوصل ل 100% البي ام اس بيفصل عنها التيار الكهربائي علشان يحميها من التلف اللي ممكن يحصل لها لو فضلت تستهبل علشان يحميها من التلف اللي ممكن يحصل لها لو فضلت تستقبل كهرباء زياده. وعلى الناحيه الثانيه بيمنع حاجه اسمها ديب ديسشارجنج او ال 0%، وده اللي بيخلي الموبايل او اللابتوب بتاعك يفصل قبل ما يفرغ كل الشحنه الكهربائيه الموجوده في البطاريه، لان الشحن لو نزل على مستوى 0% بيكون خطر جدا على البطاريه وممكن تموت وما تستقبلش الشحن تاني خالص. فلما جهازك بقى يفصل شحن بعد كده ما تحاولش تفتحه اكتر من مره واعرف ان ده لمصلحتك. ثالثا بقى البي ام اس بيحمي من اي تيار زائد او اي ماس كهربائي ممكن يحصل. رابعا بقى واخيرا في البطاريات اللي بتتكون من خلايا كتير جنب بعض زي بطاريات اللابتوب او العربيات الكهرباء، البي ام اس بيعمل حاجه اسمها موازنه الخلايا علشان يضمن ان كل الخلايا بتتشحن وتتفضى بنفس المستوى تقريبا، وده بيزود عمر البطاريه وكفاءتها. من الاخر البي ام اس ده هو البطل المجهول اللي بيشتغل في الخلفيه طول الوقت علشان يحافظ على البطاريه وتفضل شغاله معاك بكفاءه اطول فتره ممكنه من غير ما تحتاج اي تدخل منه. من اكتر بقى الاسئله اللي بتشغل بال الناس هو البطاريه بتاعتي ممكن تعيش قد ايه؟ وليه ساعات بحس ان موبايلي الشحن بتاعه ما بقاش بيقعد زي الاول؟ والاجابه ببساطه هي ان للاسف مفيش بطاريه بتعيش للابد وبتبدا تضعف مع الوقت والاستخدام، والسبب الرئيسي في ضعفها ده هو عمليه الشحن والتفريغ نفسها. كل مره بتشحن فيها البطاريه وتستخدمها لحد ما تفضى او حتى تشحنها وتستخدم جزء منها دي بنسميها دوره شحن. ومع كل دوره شحن والتفريغ بيحصل تاكل كيميائي بسيط جدا جوه مكونات البطاريه، وبيكون طبعا تاكل تراكمي. ومع مئات دورات الشحن بيبدا يظهر تاثير بشكل ملحوظ على قدره البطاريه على تخزين الشحن، او بمعنى اصح السعه الكليه للبطاريه او الام اي اتش اللي اتكلمنا عنها بتبدا تقل تدريجيا. علشان كده بعد سنه او سنتين من استخدام الموبايل ممكن تلاحظ انه ما بقاش بيكمل معاك اليوم زي الاول وبتحتاج تشحنه اكتر من مره. والابحاث والتقديرات بتقول ان كتير من بطاريات الاجهزه الاستهلاكيه زي الموبايلات واللابتوبس بتبدا ساعتها تقل بشكل ملحوظ بعد حوالي من 300 ل 500 دوره شحن كامله. طيب دوره الشحن بقى دي بتحسب ازاي بالظبط؟ على الورق دوره الشحن الكامله هي انك تشحن الموبايل من 0 ل 100%،
بس ده مش شرط، ممكن تشحن من 50% ل 100%، ودي تعتبر نص دوره، وتاني يوم تعمل نفس الموضوع بالظبط، يبقى انت كده كملت دوره كامله. بس طبعا الرقم اللي هو من 300 ل 500 دوره شحن ده رقم تقديري متوسط، لكن العمر الفعلي بيختلف جدا حسب عوامل تانية كتير، زي مثلا جوده المكونات البطاريه نفسها، وطبعا طريقه استخدامك انت شخصيا. يعني هل بتسيب البطاريه تفضى خالص ولا دايما بتشحنها اول باول؟ وعلى فكره على عكس ما الناس فاهمه، الشحن جزء البطاريه الليثيوم ايون بيطول عمرها اكتر من الشحن الكامل والتفريغ الكامل. وكمان مهم جدا نحافظ على وجود البطاريه بدرجه حراره مش مرتفعه، لان الحراره عاليه هي عدو البطاريه الاول. المهم نفهم ان تدهور اداء البطاريه ده شيء طبيعي وبيحصل وهيحصل مع الوقت، وكل اللي نقدر نعمله اننا نبطئه بالاستخدام الصحيح. ولكن يمكن اكتر حاجه بتقلق الناس من البطاريات هي قصه الحرائق والانفجارات اللي بنسمع عنها. بس خلينا نكون واضحين، الحوادث دي نادره جدا جدا، خصوصا مع التطور الكبير في تكنولوجيا البطاريات وانظمه الحمايه زي الBMS اللي اتكلمنا عنه من شويه. لكن زي اي تكنولوجيا بتتعامل مع تخزين الطاقه، بيكون في نسبه خطر ولو بسيطه وممكن تحصل في ظروف معينه. طب ايه هي بقى الظروف المعينه اللي ممكن تحصل دي واللي محتاجين ناخد بالنا منها عشان نتفادى اي مشاكل لا قدر الله؟ بص، السبب الرئيسي غالبا بيكون ارتفاع درجه حراره البطاريه، وده ممكن يحصل بسبب كذا حاجه. اولا، التعرض لحراره خارجيه عاليه جدا، زي انك تسيب الموبايل في عز الصيف جوه عربيه مقفوله في الشمس، او انك مثلا تشحنه وهو تحت المخده او البطانيه ومفيش تهويه جيده حواليه، فالحراره دي بتتراكم جوه البطاريه وممكن توصل لمستويات خطر جدا. ثانيا، الشحن الزايد عن الحد المسموح بيه، وده طبعا المفروض الBMS بيمنعه في الاجهزه السليمه، لكن برضه ما يمنعش لما الموبايل يخلص شحن انك تفصل الموبايل من الشاحن، وكمان انك تفصل الشاحن نفسه من الكهرباء. ثالثا، ممكن لا قدر الله يحصل مس كهربائي جوه البطاريه نفسها، وده ممكن يحصل بسبب عيب تصنيع، وده نادر جدا وخصوصا في اجهزه الشركات المعروفه. او ممكن برضه يحصل بسبب تلف فيزيائي للبطاريه، زي مثلا ان الموبايل يقع وقعه جامده، او البطاريه تتخرم او تتني، او تتعرض لضغط شديد. والتلف ده طبعا ممكن يؤدي لتلامس مباشر ما بين القطب الموجب والسالب جوه البطاريه، وده لو حصل بيولد حراره عاليه جدا بشكل سريع. والمشكله كمان ان ماده الالكتروليت بتبقى قابله للاشتعال، وممكن تتفاعل بعنف وتسبب انتفاخ للبطاريه او تطلع دخان، وطبعا لا قدر الله ممكن تولع. ولكن مره تانية بس حابب افكركم ان الحوادث دي نادره جدا، بس الوقايه دايما خير من العلاج. في بقى كارثه تانية ساعات بتحصل، ودي حرفيا كفيله انها تبوظ لك بطاريتك او موبايلك كله في ظرف شهرين ثلاثه، وهي الشحن اللي بتستخدمه. كلنا ساعات بنتعرض لموقف ان الشحن الاصلي بتاع الموبايل يضيع او يبوظ لاي سبب، وبنفكر نشتري واحد بداله. هنا بقى بنلاقي في السوق انواع واسعار كتير جدا، من الشواحن اللي بتتباع على الارصفه او في المحلات الرخيصه لحد الشواحن الاصليه اللي بتجيبها من التوكيلات المعتمده او من الماركات المعروفه زي اليو جرين والانكر، وطبعا الماركات دي بتبقى اغلى شويه. ونصيحتي ليك لو الشاحن الاصلي بتاعك باظ او ضاع لاي سبب، اوعى تجري تجيب شاحن رخيص من الشارع وخلاص، لان الشواحن المضروبه دي خطر جدا على موبايلك لسببين. اولها هو عدم التوافق. الشواحن الاصليه والمعتمده مصممه عشان تطلع الفولت والامبير بالظبط اللي جهازك محتاجه، وعلشان كمان تتواصل مع نظام الBMS بتاعه بشكل مظبوط. لكن الشواحن المضروبه غالبا ما بتلتزمش بالمعايير دي، فممكن تعمل تحميل زياده على البطاريه وعلى باقي مكونات الموبايل، وبالتالي هتبوظ فتره قصيره جدا. ده غير طبعا ان عمره ما هيشحن الموبايل بنفس سرعه الشحن الاصلي، وده لان الشاحن المضروب مش بيدعم نفس انظمه الشحن، او بمعنى ابسط اللغه اللي بيتواصل بيها مع الموبايل والبطاريه علشان يدعم الشحن السريع، فهتلاقي عمليه الشحن بقت بطيئه بشكل ملحوظ جدا. تاني حاجه بقى ودي الاهم، ان اغلبهم ما فيهمش دوائر الحمايه زي الشواحن الاصليه اللي بتحمي بطاريتك ضد الشحن الزايد والسخونيه او الماس الكهربائي، وده طبعا بيزود خطر ان البطاريه تتنفخ او البطاريه ممكن تولع لا قدر الله. فعلشان تحافظ على بطاريتك دايما اجتهد انك ما تشحنش الموبايل او اللابتوب غير بالشحن الاصلي بتاعه، ولو ضاع او باظ لاي سبب هات واحد اصلي تاني، او على الاقل هات ماركه محترمه ومعروفه، وطبعا بتكون بتدعم نوع موبايلك او اللابتوب بتاعك. وعلشان خاطري انا، سلامتك وسلامه جهازك اهم من اي توفير في الحته دي. تمام جدا، احنا كده تقريبا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تعملها عشان تحافظ على كفاءه البطاريه وتطول عمرها. طيب لو انا بقى عندي بطاريه جديده كفاءتها 100% بس في نفس الوقت مش بتكمل معايا اليوم، يا ترى ايه ممكن يكون السبب؟ في الحاله دي بيكون السبب هو استخدامك انت، ولازم تبقى عارف ان الدلع ليه تمن. واكتر حاجه بقى لازم تبقى واخد بالك منها ومركز معاها قوي علشان ما تتغفلش هي الشاشه، سفاحه البطاريه واكبر مستهلك للطاقه في الجهاز كله بلا منازع. والشاشه فيها 5 مواصفات لو اتعاملت معاهم بشكل ذكي هتقدر توفر جزء كبير جدا من البطاريه. واول حاجه هي درجه سطوع الشاشه او البرايتنس، كل ما البرايتنس بيزيد كل ما الشاشه هتستهلك طاقه اعلى. فلو انت موبايلك بيدعم خاصيه تحديد البرايتنس على حسب الاضاءه الخارجيه بشكل تلقائي، فعل الخاصيه دي بدون تردد. لكن لو ما عندكش الخاصيه دي، حاول تقلل البرايتنس لاقل حاجه تبقى عينك مستريحه عليها،
وما تنساش كمان تظبط السكرين تايم اوت اللي بتخلي الشاشه تفضل منوره شويه بعد اخر لمسه ليها، وحاول تخليها اقصر مده ممكنه، مثلا 15 او 20 ثانيه بالكتير قوي. ولو الشاشه بتاعتك من نوع اولد اقلب الموبايل على الدارك مود، لان الشاشه من النوع ده بتطفي البيكسلز خالص لما بتيجي تعرض اللون الاسود، وفي المود ده تقريبا اكتر من 30% من المحتوى اللي بتعرضه على الشاشه بيتغير لونه للاسود، فبيوفر جزء كبير جدا من الطاقه. تاني حاجه وهو الريفريش ريت. اغلبيه الموبايلات الحديثه دلوقتي بيوصل فيها الريفريش ريت ل 120 هرتز، وده طبعا بيخلي الحركه على الشاشه سلسه وناعمه جدا، ولكن الخاصيه دي سبب رئيسي لاستهلاك البطاريه. فلو برضه عندك خاصيه ضبط الريفريش ريت بشكل اوتوماتيك فعلها طول الوقت، ولو مش عندك الخاصيه دي اكيد هيبقى عندك تحكم انك تغير ما بين ال 120 هرتز وال 60 هرتز بشكل يدوي. طبعا مش بقول لك انك تخليك على 60 هرتز طول الوقت، لان الصراحه اللي بيتعود على 120 هرتز بيلاقي صعوبه جدا انه يبص تاني في شاشات ال 60 هرتز، وبيحس كده ان الشاشه مش سلسه والسكرولنج بيقطع وحالته بؤس. ولكن في العموم لازم تبقى عارف هتغيرها منين عشان لو احتجتها. تالت حاجه بقى وهي الريزوليوشن والاتش دي ار. طبعا كل ما بيزيد الريزوليوشن بتاع الشاشه كل ما الشاشه بتحتاج تستخدم بيكسلز اكتر علشان تحسن لك الصوره وتخلي الخطوط شارب، وبكده هيزود برضه استهلاك البطاريه. وكذلك برضه الاتش دي ار بيخلي فيه قاطع باين احسن في الالوان، لكن ده طبعا بيجي على حساب البطاريه. بس مبدئيا ممكن تقفل اتش دي ار لانك مش هتحس بيه قوي في الاستخدام اليومي، ويبقى شغله تاني لو هتفرج على ميديا او حاجه. العدو التاني بقى للبطاريه هو التطبيقات اللي شغاله في الباك جراوند. كتير من التطبيقات اللي بنستخدمها خصوصا تطبيقات السوشيال ميديا والايميلات والاخبار بتفضل شغاله في الخلفيه حتى وانت قافل الجهاز تماما، او حتى ممكن تكون بتستخدم تطبيق تاني، والابلكيشنز دي بتعمل كده علشان تجيب لك اخر التحديثات والنوتيفيكيشنز اول باول. كمان خدمه تحديد المواقع لبعض التطبيقات لو متسابه شغاله على وضع always allow او السماح دائما، التطبيقات دي بتفضل تستخدم الجي بي اس ومجموعه من السنسورز الثانيه علشان تعرف مكانك باستمرار. كل الاكتيفيتيز دي بتحصل في الخلفيه وبتستهلك البطاريه من غير ما تكون بتستخدم التطبيق بشكل مباشر. علشان كده لو عايز تقلل استهلاك البطاريه مهم جدا انك تدخل على اعدادات جهازك وتراجع البرميشن دي وتشوف ايه التطبيقات اللي فعلا محتاج تسمح لها انها تشتغل في الخلفيه، وايه التطبيقات اللي ممكن تقفل عنها الميزه دي. ونفس الكلام للتطبيقات اللي بتحتاج تحديد المواقع، خليها شغاله بس اثناء ان انت تستخدم التطبيق. وكفايه عليك كده. وبما انك وصلت لحد هنا حابب قوي اعرف كام نصيحه من دول كانت جديده عليك واستفدت بيها من الحلقه دي. ولو عندك اي نصائح تانية وفعلا فرق معاك في استهلاك البطاريه يا ريت تشاركنا بيها في التعليقات علشان كلنا نستفاد. وبس كده، ده كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله واستفسارات اكتبها لي في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.